السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهاركم مبروك، اليوم نهار جديد وفلوق جديد ان شاء الله باذن الله. كنغبر عليكم شويه ولكن غير صبروا معايا ان شاء الله، راني غادي نرجع ان شاء الله، ما نبقاش نتعطل عليكم. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنوجد بسطيله وغادي نشاركها معكم، وكذلك واحد الدوره في واحد المغازه اللي هي غزاله غزاله. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ويلا ونبداو على بركه الله. كما كتشوفوني خديت اللوز ليله قبل وغادي نديرهم هنايا في كاسرونه ولا مرميطه ولا، وديروا عليهم الماء يكون طايب للاشاره. راه الا بغيتو اللوز ديالكم يبقاو بويضين، يعني كما كنقولوا في اللون الابيض ما فيهمش داك اللون احمر، ما يطلقوش يعني القشور في اللوز، هو ديروا الماء يكون طايب، ديروهم يغلاو شي شويه فوق البوطه، ومن بعد حيدوهم صفيوهم وقشروهم كما درت لهم انايا. ودابا غادي ناخذ هنايا واحد السربيطه اولا منديل يكون نقي، وديروا فيهم هكا اللوز ديالكم، مسحوهم مزيان من الماء وخليهم يباتوا ليله كامله هنايا حتى لا غد ليه، وعاد تقليوهم وتخدموا بهم كما غادي ندير انا. صراحه هاد الطريقه كيرجعوا اللوز غزالين غزالين، يعني كيبقاو ناشفين ما فيهم لا ما لا والو. ودابا غنخليهم هنا يباتوا ليله كامله كما شفتوني. هذا راه الصباح لا غد ليه، يعني مشيت ليهم ها نتوما كنوريكم ما كاين لا ما لا والو، يعني كيبقاو ناشفين. ودابا درت الزيت كما شفتوني كنقلب بالمعلقه ديال العمود باش تعرفوا بان الزيت سخون كيدير داك الفقاعات هكاك صغيورين. صافي غادي نبدا نقلي اللوز ديالي هكا، نقصدو العافيه، نقليه على نار مهيله حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها ونخدم بها ان شاء الله. ودابا زدت ندير المريقه ديالي اولا كما كنقولوا شرموله. كما شفتوني خديت دابا صدر ديال الدجاج، خذوا الكميه اللي بغيتو، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال الابزار، جوج عويدين ديال القرفه، شويه السمن والمليحه لابد. انا هنايا درت 10 ديال البصيلات شلطتهم على هذه الطريقه هذه، كاس ديال زيت الزيتون، وكذلك عندي هنايا ربطه ديال المعدنوس مقطعه رقيقه، ونص ربطه ديال القزبر. غادي نخليهم حتى الاخير، محقاش عندي الكوكوط عمرات بالبصله، حتى نحيد اللحم وعاد نضيفهم، وزيدوا شويه ديال الزعفران. ودابا مشيت نيشان اللوز ديالي من بعد ما برد، مشيت نطحنو كما غتشوفوني، ما غاديش نطحنو حتى لينو، خليوه باش تجيكم بسطيله زوينه، خليوه هكا يكون غير مهرمش، يعني ما يكونش مطحون حتى يتعجن باش يجي لكم باين في البسطيله ويجيكم مزيون. ودابا غادي نطحن كذلك كاوكاو ديالي باش غادي ندير البريوات. هاد المره غنديرهم بكاوكاو كما كتشوفوني. ديجا قليت كاوكاو النص، خديت نص كيلو، قليت النص والنص غادي نطحنو يكون خضر كما كتشوفوني. هنايا غادي نلين هكا الطحين ديال كما كنقولوا ديال الكاوكاو باش تجيوني البريوات زوينين، ويجيونا هكا العقده معجنه ولا مخدومه كما كنقولوا معلكه. فوالا بواحد العباره اللي زنيشان. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال القرفه، نحتاج 3 ديال المعالق ديال السكر كلاصي، شي 2 معالق ديال الزبده والماء زهر. كما شفتوني خديت هكا المكونات خلطتهم مزيان يعني هكا نسجموا بيناتهم، وعاد زدت عليهم الزبده. الماء زهر غنخليه حتى الاخير باش نبقى نعجن به كما كنقولوا، يعني الا درناه في الاول يعني ما غنستافدوش منه، ولكن انا كنخليه للاخير. كنبقى نزيد هكا شويه ونعجن العقده ديالي، حيت الا بقيت كنعجنها بوحدها غادي تطلق لي الزيت. اللهم كنخلطها بالزبده، ومن بعد كنبقى ناخذ هكا الماء زهر الرش ونجمع داك العقده باش كتجيكم معلكه وتجيكم زوينه. ودابا غادي نبقى نكور هكا كويرات حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كلها، ومن بعد غادي نخدم بها. كما شفتوني خديت الورقه شريتها انا من الزنقه صراحه، من المغازان. خديت هكا ورقه ديال البسطيله فيهم 10، وقسمتهم هكا على 3، غادي يعطيوني 30 حبه. ها نتوما كتجي الورقه يعني زوينه ديال المغازان في البريوات وفي اي حاجه الصراحه انا كتجي زوينه، يعني كاينين ماركه بماركه، ولكن هاد الماركه زوينه. هانتوما الطريقه ديال الطوي ديال البريوات، ما تحتاجوا حتى شي حاجه، لا بيض ولا دقيق ولا والو باش غادي تلصقوهم. هانتوما شاركت معكم الطريقه، كنتمنى انكم تتبعوها. الصراحه راكم غادي ديروا كميه اللي كبيره في واحد الوقت اللي واجيز واجيز. هانتوما طويتها على داك الشكل، ودابا غادي نقبط هاد الطريف هكا اللي كيبقى لي، غادي ندخل يدي هو الاول في العقده نتكي عليها، وعاد غادي نحشي داك الطريف ديال الورقه ونجمع هكا بيدي. ها هي البريوه ديالي طيحتها كما شفتوني في الارض وهزيتها، راها ما تفسخات ما والو. هانتوما غادي تشوفوا معايا الثانيه. صراحه طريقه جد سهله، كنتمنى انكم ديروها، راكم يعني غادي تهنيكم الصراحه. انا كندير الحقيقه كندير عرام ديال البريوات في دقيقه واحده، يعني بالزربه كنطويهم. ايوا هانتوما كتشوفوا بغيت نشاركهم معاكم، كنتمنى انهم يعجبوكم صراحه، كيجيو غزالين. وهكا كملت بهذيك الطريقه حتى ساليت، ودابا غادي نمشي نقليهم ان شاء الله باذن الله. كما شفتوني درت الزيت ديجا
كتسخن. وفي واحد الكاسرونه درت هكا العسل، درت فيها شويه ديال المزهر وبديت كنقليها. نتوما بالعاني صورت لكم يعني باش تشوفوا معايا ما كيتحلوا ما والو، كيبقاو شادين راسهم ما تبلعوهم لا بدقيق لا والو. وهكذا قليت هكا البريوات ديالي، ما خليتهمش يتحمروا، راكم عارفين مع العسل كيشدوا اللوين ديالهم مزيان يعني بلا ما تخليوهم يتحمروا بزاف. وبقيت كنحيد هكذا كما معروف ديما الناس كيديروا كلشي كيعرف يقلي البريوات. غير كنبغي نشارك معكم كما كنقول لكم ديما، خصوصا للمبتدئات هما اللي كنبغيو نوريهم شحال من حاجه، حيت حتى حنا كنا كنحتاجوا شي حد يورينا داكشي علاش. ودابا مشيت نيشان حيت الدجاج ديالي اولا صدر الدجاج غادي نحيدو، راه طاب تبارك الله. وباش غادي نضيف القزبر والمعدنوس حيت قبيله كما قلت لكم ما بقاتليش البلاصه. ودابا غادي نديرهم هكذا ونخليهم يطيبوا على خاطرهم، ومن بعد عاد نرجع لهم حتى غادي تكون يعني لاصوص ديالنا كلها داك الماء تشرب، يعني بقات لنا غير الزويته وهانتوما والقزبر والبصيله والمعدنوس. ومن بعد عاد غادي نضيف لهم هكذا البيض. انا خديت 12 اولا 13، نتوما خذوا الكميه اللي بغيتو. كما كتشوفوا غنحاولوا اننا نخليوها على نار مهيله حتى غادي تشرب لنا داك الماء كله، يبقى غير الزيت بوحدو باش تجيكم بصيله زوينه. ودابا غادي ندوز نوجد تيراميسو، غادي نشاركو معكم صراحه كيجي غزال كما شفتوا. خديت جوج الانواع ديال الكاطو، خديت 6 ديال البيضات، كذلك خديت 100 غرام ديال السكر سنيده، وخديت الماسكاربون 500 غرام ديال الماسكاربون واحد البواطه كما شفتوني. غادي نبدا نفرق بين الملح الابيض والملح الصفر ديال 6 ديال البيضات كما شفتوا معايا، حتى غادي نفرقهم هكا كل واحد نديرو في اناء. ومن بعد عاد غادي نبدا ان شاء الله نخدم في الماسكاربون ديالي وكذلك في البيض وفي السكر كما كتشوفوا. خديت الملح الصفر درت معاه السكر سنيده وغادي نطرب مزيان كما كتشوفوا حتى غادي نحصل على واحد الكريمه كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. يعني واحد الكريمه اللي يعني بحال البيض بداو كيطلعوا، يعني مع كنطربوهم مع السكر كنحصلوا على واحد الكريمه اللي بحال هكا. ومن بعد عاد غنضيفوا عليها الماسكاربون ديالنا وكذلك غادي نبقاو نطربوا حتى غادي نحصلوا على كريمه تكون هكا شاده راسها. ومن بعد غنديروها تبرد في الثلاجه وندوزو نطربوا المحل ديال البيض الابيض هانتوما حتى غادي نحصلوا على واحد لاموس بحال بياض الثلج. هانتوما بقيت كنطرب حتى حصلت على هاد البياض كما كنقولوا بياض الثلج. صراحه كتجي التيراميسو غزاله غزاله. ودابا غادي ناخذ كما كنقولوا الكريمه ديال الملح الصفر غادي نضيفوها على الملح الابيض كما كتشوفوني. هزوه غير بشويه وديروا داك الملح الابيض مع كما كنقولوا الكريمه اللي وجدنا ديال الملح الصفر والماسكاربون، وغادي نبقى نقلبو هكا يعني من تحت للفوق بحال يعني طربنا شي بيض ديال لا جينواز باش غادي تبقى قابطه لكم لا فورم. ودابا غادي ندوزو نيشان. خديت هنايا 2 كيسان ديال الحليب، درت فيهم شويه ديال نيسكافيه وكذلك درت فيهم 2 معالق ديال الشوكولا حيت انا الوليدات ما كيبغيوش ياكلوا لي القهوه دونك غير نسمت شويه. غادي نبدا نخدم هكا التيراميسو ديالي بهذه الطريقه، ندير هكا شويه ديال الحليب نحط هكا بالزربه للكاطو نحيدو. درت الطبقه الاولى داك البسكوي هذاك. ودابا غادي نعاود بهذا. الصراحه اختاروا هذا البنات ديال القرفه كيجي غزال غزال ريحه القرفه فهاد التيراميسو كتجي فنه. هانتوما خديت هكا الكريمه ديالي درت 2 طبقات لتحت ديال الكاطو عاودت كريمه. ودابا غادي نعاود بنفس الطريقه 2 ديال طبقات ديال البسكوي اولا ديال الكاطو كل واحد كيسميه. والثالثه ان شاء الله غادي نديرها بلا كريمه اللي عندنا. صراحه كنصحكم انكم تجربوها والله ما غادي تندموا. ما كتشموش الريحه ديال البيض ما كتبقاش، يعني كاين الناس اللي كيتهربوا ما يديروش على حساب الريحه ديال البيض. انا راه ما كنحملش داك الريحه ولكن الصراحه كتجي غزاله ما كتشميش الريحه ديال البيض. هانتوما كما كتشوفوا الناس اللي كيبغيو القهوه يقدروا يديروا الكاكاو المر، انا درت هنايا الشوكولا للوليدات. وهذا هو الشكل الاخير ديال التيراميسو ديالي. دابا غادي نمشي للعقده كما كتشوفوا خليتها حتى شربت داك الماء كله بقات غير الزيت عاد ما كايناش كما كتشوفوا، يعني كنخليوها تنشف على خاطرها وغادي نخليها تبرد. وغنمشي نضرب دويره في واحد المكازا اللي غزاله وغادي نديكم معايا. الصراحه منين دخلت لها دخت غنخليكم مع لا فيديو وغادي ترجعوا عليا في كومونتير. صراحه حويجات ديال الهبال راها ماشي اكسون. واحد المغازه اللي اخرى يلا لقيتها كما كنقولوا فيها حويجات بحال اكسون ولكن سا غيان افوار، يعني واحد لا ماتيير ما نقول لكمش. خديت منها شي حويجات غنشاركهم معكم ان شاء الله من بعد، ولكن غنخليكم على فيديو تشوفوا معايا ونرجع لكم من بعد.
النظره كي جاتكم الدويره معايا صراحه حويجات ديال الهبال انا كيحمقوني لا ديكوراسيون والمويعنات كلشي موجود في هذا المكازا. الصراحه داك الشيء كيحمق وصافي. من بعد مشيت دخلت الدويره ديالي ما يصح الا الصحيح، مشيت ندير باش نعمروا الكريشه، مشيت نيشان ندير البسطيله كما كتشوفوا. خديت هكا الدجاج ديالي فتتو على هذا الشكل، وكذلك خديت اللوز غادي نضيف عليه 2 المعالق كبار وشويه ديال القرفه، 3 ديال المعلقات ديال السكر سنيده كما كتشوفوا. ما بغيتش ندير هكا يعني الحلاوه بزاف، راكم عارفين عاد غنديروا لها هكا من الفوق منها. خديت البلاطو، خذوا الحجم اللي بغيتو نتوما وديروا الوريقات هكا ديال البسطيله ديالكم كما درت لهم انا. كما كتعرفوا كل شيء تبارك الله كيعرف يدير بسطيله، غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي، كنتمنى انها تعجبكم. صراحه سهله وتستافدوا منها. كما شفتوني خديت هكا الزبده، رشيت هكا بشويه ديال الزبده وكندير الوريقات على هذا الشكل هذا، وغادي نستمر هكذا حتى غادي ندير في الجوانب كلهم الورقه، وغادي نبدا نعمر على بركه الله. درت هكا شويه ديال الزبده وغادي ندير الطبقه الاولى غنديرها باللوز، غنخلي غير شويه من داك الكيلو ديال اللوز اللي درت نخلي منه غير شويه للاخير، وغادي ندير البيض، طبقه ديال البيض وديال البصله وديال القزبر والمعدنوس، ندري شويه ديال القرفه هكا غير بيدي، راكم عارفين ان انا كنخدم باليد غير سمحوا لي، شويه ديال السكر سنيده، وكذلك غندير هكا غير شويه ديال الزبده باش ما تجيكمش بسطيله كما كنقولوا فازغه يعني فيها الماء. وغادي ندير الدجاج ديالي كله مره واحده، وغادي نخلي شويه ديال البيض كما شفتوا، غادي نخلطو مع اللوز، وغادي ندير الطبقه الاخيره مخلطه بين اللوز وبين البيض. صراحه الطريقه هي ديال الوالده ديالي وديال الوالده ديالها، انا ديال المثالي الوالده مسكينه لهلا يخطيها عليا، يعني ديما كنديرها ديما، يعني كندير نفس الطريقه كما شفتوني. درت شويه ديال القرفه، شويه ديال السكر وشويه ديال الزبده. الا بقات لكم الزيت مشرموله اللي يعني هكا مشرموله ملي كتنشفوها وتبقى لكم الزيت حتى داك الزيت تقدروا انكم ديروها هكا في البسطيله كيجي غزال غير ما يكونش فيه الماء. وصافي هانتوما جمعت الجوانب، دهنت هكا بشويه ديال الزبده كندهنها هكذا. كاين اللي كيبغي يدير البيض يقدر يدير البيض، ولكن هذه الورقه ديال برا كما كنقولوا راه كتجي محمره تبارك الله مع الزبده. وصافي هذا الشيء اللي كندير. ومن بعد دخلتها للفران خليتها طيب على خاطرها، وجيت ندير اون سالاد دو فروي، يعني نبدلو الديسير يعني نقطعوه موالفين كنديروه هكا فوق الطبله. دابا نبدلو الشكل شي شويه وغنخليكم ان شاء الله مع لا فيديو. ما تنساونيش باللايكات ديالكم، راكم كتنساوني يا صديقاتي كنتمنى انكم ديروه. وغادي نخليكم معايا، غادي نمشي نوجد الطبيله من بعد انا وبنتي، وغادي نشارك معكم كل شيء. ما تمشيو فين ويلا معايا. ودابا جات البسطيله ديالي كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله تحمرت واحد التحميره اللي غزاله ما شهيتكم. ودابا قلبتها هكذا على الوجه الاخر، وغادي نديرها في الطبيصل ديالي. تقدروا انكم تقدموها على الوجه اللي كيكون من الفوق، ولكن انا اختاريت ندورها هكا باش تجيني بلا. كما شفتوني خديت البابي كويسون درتو هكا في الجوانب باش يبقى لي التبصيل ديالي نقي، يعني ما يتقاش بالسكر كلاصي. ودهنت هكا عسيله بلديه جبتها دهنتها هكا من الوسط باش غادي نديكوريه تماكن. كما شفتوا خديت هكا الطبيصل ودرتو هكذا في الوسط. من بعد درت السكر كلاصي في الجوانب. فاصون لا فيديو راه كيشرح لكم كل شيء. خذوا العسيله تكون نوعيه جيده اللي دهنت انا في الوسط، يعني درت عسيله بلديه باش تعطيكم المذاق مزيون. وكذلك خديت هكا اللوز ايفيلي ودرتو هكا في الوسط. كما كنقول لكم ديما بوغ لا ديكوراسيون ابدعوا، كل واحد يدير شي حاجه اللي تشهاها خاطرو واللي بغى يديرها هو باش كيكون متاكد من لا ريزولطا وتكون معاه ناجحه 100%.
كما شفتوني خديت البريوات ديالي ما نساوهمش حيت انا مولفه كنحط الحاجات كنرجع ننسى شحال من حاجه. وكذلك درت هكذا واحد الوحيدات هكا من الفوق. وهذا هو لا ديكوراسيون اللي دارت اختكم. كنتمنى انكم تشجعوني. ورجعت كذلك الوريقات ديالي حيدتهم من الجوانب، وغادي ناخذ داك شويه ديال العسيله اللي بقات غادي نديرها هكذا على الاطراف، وغادي ندير داك اللي بقى لي ديال اللوز من الجوانب كذلك. خديت هكا هاد الورد اللي كيتشرى باش هكا كما كنقولوا ندور بالقضيه هكا شويه ويجي داكشي مزيون. راكم عارفين العين كتاكل قبل الكرش. ايوا هادشي ما كان. الطويله ديالي هي هذه، وبسطيله هي هذه اللي شاركت معكم. صراحه كتجي غزاله، كتجي هماويه الصراحه، يعني حتى يعني هكا المناسبات الكبار يعني كتجي غزاله. وهذه هي الطريقه اللي الصراحه اللي وراتني ماما والميمه حتى هي الله يرحمها مسكينه حتى هي كانت كدير نفس الطريقه. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، راكم ما غاديش تندموا. الطريقه جد سهله كما كتشوفوني. وهذا هو عشايا. كنتمنى الطويله تكون نالت الاعجاب ديالكم. وكذلك بسطيله ديالي هاني غادي نقطع واحد الطريف وغادي نوريكم. الصراحه كتجي غزاله غزاله، يعني كتجي هكا كما شفتوا طبيقه من بعد طبقه كما كتشوفوا. داكشي كيجي ما نقولكمش كما قلت لكم ما شهيتكم. هانتوما جات غزاله تبارك الله. ايوا كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، تشجيعاتكم باللايكات وبالبارطاج وبابوني اللي مازال ما تابوناش، ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. شكرا بزاف بزاف. والديسير ديالي هو هذا، جا الصراحه غزال تيراميسو. كنتمنىكم تجربوه راكم ما غاديش تندموا عليه. وشلاضه لي فخوي. ايوا هادشي ما كان. كنتمنى فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما نكونش طولت عليكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله ومع السلامه.